هلو، النهارده 12/6، الساعة دلوقتي 7 بعد العصر. معايا الكاميرا، معايا النوت بوك بتاعتي عشان هقعد دلوقتي هنا على شاطئ البحر هعمل شوية جورنالينج. هنشوف هندون ايه النهارده. النهارده 12/6/2026 وفي خاطرة على بالي حابب ان اشاركها. يا رب صوتي يكون ظاهر بس من صوت البحر. في حاجة شغلة بالي بقالها فترة طويلة. صراع يبدو هادي من بره، بس من جوايا هو صوته عالي جدا. حاسس اني بقول كلام عميق. من وانا صغير وانا متعود على ان قيمة الانسان الحقيقية بتتحقق في الانجاز فقط. يمكن لان من وانا صغير وانا بحب المذاكرة، بحب الكتب، بحب فكرة ان اكون بتعلم حاجة، وكل مرة كنت بنجح او بحقق حاجة معينة او ان اطلع الاول على المدرسة كنت بشعر بالتميز. ده كان بيديني نوع كده من ان ده جزء من كياني، شعور اني بتقدم، شعور اني ماشي في الطريق الصح. ومع الوقت عقلي ما بقاش يربط القيمة بحاجة تانية غير الانجاز، وانه استحقاق الراحة لا يتحقق الا بالانجازية. حتى استحقاق الحياة ذات نفسها لا يتم الا بالانتاجية، البرودكتيفيتي and this toxic relationship. لدرجة ان اي حاجة خارج الاطار ده مخي كان بيعتبرها تضييع وقت قعده مع عيلتي مع اسرتي. لا، مخي ممكن يقعد يقول لي الوقت ده كان ممكن يتم استغلاله بشكل افضل من كده. خلينا نقرب. لكن مؤخرا لاحظت ان برغم كل الحاجات الكتير اللي انا حققتها، اللي ممكن انا كنت بعتبرها دريمز، احلام بالنسبه لي، لان مخي مش مرتاح طول الوقت، بيلهث وراء شيء معين، في حاجه هو بيجري وراها، هو مش راضي، not satisfied خالص، برغم ان الحاجات اللي كنا بنفكر فيها قبل كده وكان نفسنا فيها هي تحققت بالفعل. برضو في صوت تاني جوايا بيسألني سؤال بسيط، هو أنا عايش ليه؟ عشان أنجز وأكوش وألم؟ ولا أنا أصلا بنجز عشان أعيش؟ الإنسان ساعات أو مش ساعات، الصراحة هو معظم الوقت بينسى الغاية وبينشغل بالوسيلة اللي هي أصلا أو اوريدي موجودة عشان توصله للغاية دي. وبصراحة بحاول. في صراع موجود هنا، صراع مع الطفل اللي دماغه ناشفة، الطفل اللي اتعلم من بدري انه النجاح هو اهم حاجة، وان كل دقيقة بتعدي لازم يكون في عائد واضح ومادي وملموس. بحاول اقعد مع الطفل ده واكلمه واعقله واقول له ان الحياة اوسع من كده بكتير، وانه مش كل فايدة لازم تكون ظاهرة قدام عينينا، ومش كل تجربة قيمتها بتبان في لحظتها. في تجارب كتير بنعيشها وبنبقى مفكرين ان هي عشوائية عبثية ملاش اي معنى، لكن بعد سنوات بنكتشف انها كانت قطعة اساسية من الصورة الاكبر. قعدة صفا عابرة كنت بكتب فيها عن حاجة معينة شغلاني، شخص قابلناه بشكل غير مخطط ليه، هواية جربناها لفترة صغيرة قد كده اهو، موقف صغير كنا مفكرين ان هو بلا معنى، ولكن بعد سنوات من التجارب دي كلها كل الخيوط دي تبتدي تتجمع وتبتدي تتوصل ببعض. زي ما ستيف جوبز كان بيتكلم عن فكرة connecting the dots and everything is connected somehow. بتبتدي توصلها لما تبص وراك، تبص على الرحلة كلها، تبتدي تجمع وتوصل الدوتس دي مع بعض. ويمكن دي واحدة من الحاجات اللي أنا بحاول أتعلمها دلوقتي، إنه أبقى واثق في الرحلة وفي السعي بحد ذاته. أثق إن الحياة مش مجرد خط مستقيم من الإنجازات، وإن كل تجربة بمر بيها بتضيف حاجة معينة لشخصيتي حتى لو ما فهمتش ده دلوقتي. يمكن قاعدة على البحر زي دي تعلمني حاجة كان كتاب كامل ما كانش ممكن يعلمهاني، ويمكن نقاش صغير مع حد بحبه يغير فيا حاجة تفضل معايا ومكملة لسنين.
ويمكن يوم قضيته مع اهلي يكون اهم عند ربنا سبحانه وتعالى من حياه كامله انا كنت بطاردها وبسعى وراها. لان الحياه مش معادله انتاجيه، مش كل حاجه بيقاس فيها بالعائد، ولا كل حاجه بتتقاس بالفلوس ولا بالشهادات ولا بعدد التاسكس والمهمات اللي انا خلصتها. احيانا القيمه الحقيقيه لحاجه معينه ان انت بس عشتها، انها لمست جزء من روحك، انها وسعت نظرتك وادراكك للحياه، انها خلتك انسان احسن وانسان اعمق. وانا بصراحه لسه بحاول اتعلم الدرس ده، لسه ما وصلتلوش، بحاول، يمكن لسه بقاومه احيانا، بقاوم وبقاوح مع الطفل، او الطفل هو اللي بيقاوح جوايا. وايام كتير برجع افكر بنفس الطريقه القديمه، ولكن في اوقات بحس بالذنب لو ارتحت، لو قضيت وقت في شيء ما بيحققش نتيجه واضحه. لكن على الاقل بدات الاحظ الصوت ده، وبدات اشكك في افكاره، وبدات اقول له ان انا انسان، انا مش آلة، مش مشروع لازم يتم تحسينه طول الوقت ويتم العمل عليه ودراسه جد و الانسان روح وقلب وعلاقات وذكريات وتفاصيل صغيره كتير هي اللي في النهايه بتكون حياته. واعتقد ان من اجمل الاشياء اللي ممكن الانسان يتعلمها انه يسمح لنفسه انه يعيش التجربه كامله بكل ما فيها، بالنجاح، بالفشل، بالسعي، بالتامل، بالطموح، السكينه. لان الحياه ما بتطلبش مننا ان احنا نكسب في كل وقت، هي بتطلب مننا بس ان احنا نكون حاضرين فيها. واحيانا بقعد اتخيل نفسي بعد 20 او 30 سنه من دلوقتي، واقعد اتساءل يا ترى ايه الحاجات اللي هتفضل في ذاكرتي؟ هل هفتكر عدد الساعات اللي اشتغلتها؟ عدد المهام اللي خلصتها؟ عدد الاهداف اللي حققتها؟ يمكن بعضها، لكن الاغلب لا. الاغلب اني هفتكر الناس، هفتكر الوشوش، الضحكه، الاحاديث الطويله، الايام العاديه جدا اللي ساعتها كان يبدو انها ملهاش لازمه. وبعدين اكتشفت ان هي دي الحياه بجد. وعشان كده مش بحاول اتخلى عن طموحي ولا اقلل من قيمه الانجاز. انا بس بحاول اتعلم شيء صعب جدا، اني اسعى بدون ما انسى ان اعيش، واني اطمن الطفل اللي جوايا واقول له ما تقلقش، مش كل حاجه هتديك نتيجه مباشره لازم تبقى شايفها قدام عينيك، ولكنها هتديك شيء اهم واهم، هتديك الحياه بمعناها الحقيقي. يمكن دي كانت جلسة جورنالينج ظريفة جدا جدا على البحر، يعني اعتقد ان انا مش هنساها، واعتقد ان انا راضي وسعيد بس بالمنظر زي اللي انا شايفه دلوقتي ده.